مرحبا بك في عالم الغرائب والاحتمالات. انت دلوقتي بتتفرج على قناة بين السطور، القناة اللي بناخدك فيها كل مرة في رحلة مش بس غريبة، لكن ممكن تغير طريقة تفكيرك في العالم كله. وبما انك وصلت هنا، خليني اسألك، تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو قانون الجاذبية اتكسر؟ مش ليوم ولا لساعة، لكن ل5 ثواني فقط. تخيل إنك صاحي من النوم وكل شيء طبيعي، الناس رايحة شغلها، الأطفال في المدارس، الكافيهات مليانة، والحياة ماشية على طبيعتها. لكن في لحظة، في ثانية واحدة، كل قوانين الفيزياء اتكسرت. كل حاجة حواليك بدأت تطير. الكوباية اللي كانت على الترابيزة طارت، الموبايل وقع من على المكتب وبدل ما ينزل طلع لفوق، الكرسي اتحرك، القلم اتحرك، وحتى جسمك انت بدأ يطفو. أهلا بك في عالم بلا جاذبية. لكن الغريب إن ده استمر 5 ثواني بس. 5 ثواني غيرت شكل العالم كله. في أول ثانية أي شيء مش متثبت كويس بدأ يطير، الأوراق، الأكواب، الكراسي، الحيوانات الأليفة، الناس نفسهم. الأرض بقت شبه الفضاء، وكل جسم حر بقى بيطير للأعلى. وتاني ثانية العربيات بدأت تطلع من على الأرض، اللي ماشي بسرعة عالية طلع لفوق فجأة واتقلب، وانقلبت معاه كل قوانين الحركة. تالت ثانية المصاعد بقت مصايد، الناس داخل المصعد طاروا وضربوا السقف، الأطفال في الملاعب طلعوا من الأرض زي البالونات. رابع ثانية الطيارات بدأت تهتز، أنظمة الطيران مش مبرمجة تتعامل مع غياب الجاذبية، الركاب ارتفعوا عن الكراسي وبدأوا يطيروا في الكابينة. 5 ثانية الدنيا كلها بقت صامتة ومرعبة، وبعدين فجأة الجاذبية رجعت. رجوع الجاذبية كان مفاجئ، لكن كل اللي كان في الهوا لازم يرجع للأرض. واللي حصل، الناس وقعت من أدوار عالية، العربيات نزلت على بعض، الطيارات اللي فقدت توازنها اتحطمت، المياه اللي كانت طلعت من البحار والأنهار نزلت بغضب، فيضانات مفاجئة حصلت في بعض المدن، الأنظمة التكنولوجية تعبت، الشبكات اتلخبطت، وكل حاجة وقعت في وقت واحد. طيب علمياً، هل ممكن الجاذبية تختفي؟ الجاذبية ما بتختفيش فجأة، هي قوة ناتجة عن كتلة الأرض، وعلشانها تختفي يبقى لازم الكوكب كله يختفي. لكن العلماء قالوا إن في نظرياً ممكن يحصل اضطراب مؤقت في التوازن الجذبي بسبب جسم فضائي ضخم مر قريب من الأرض، ثقب أسود صغير اقترب بدرجة ما، أو حتى تجربة نووية أثرت على المجال المغناطيسي الأرضي. كل ده نظرياً، لكنه مش مستحيل تماماً. لو الجاذبية اختفت فعلاً لمدة 5 ثواني، فده معناه 1. خسائر بشرية ضخمة، ناس هتقع، تتكسر، تختفي أو تموت. 2. فوضى تكنولوجية لحظية، الأقمار الصناعية هتتأثر، الأجهزة اللي بتقيس الحركة والاتجاه هتفشل، الإنترنت ممكن يقع مؤقتاً. 3. انهيار اقتصادي لحظي، البورصة هتتأثر، المصانع هتتوقف، النقل العالمي هيقف. 4. أثر نفسي مرعب، الناس مش هتصدق اللي حصل، هيبدأ يظهر فوبيا جديدة، فوبيا اختفاء الجاذبية.